بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة أخرى إلى اليابان. نبص للمسألة دي في الصف الرابع، وهقول لك بتتعمل إزاي وهم بيعملوها إزاي. بس عايز أقول لك نبذة بسيطة عن اللي هناك. عندهم أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي ما بيدرسوش أي منهج، بعلمهم القيم، الأخلاق، احترام الذات، احترام الطريق، احترام الأب، 3 سنين يعلمهم الأدب. شوف اللي بيحصل عندنا في المدارس بقى، لا هم في 3 سنين بيبنوه، بيبني انسان. طب امال بيعمل ايه طول اليوم يا فندم؟ عنده محاضره واحده بس في ورشه، كل جسم له ورشه، مكعبات ومربعات ومجسمات زي ما انت شايف. فهنا المعلم بيخش على الورشه يلاقي الولد راسم رسمه زي دي، فيبدا يبني المسائل على كده. يعني هنا بيقول لي اوجد 1 زائد 2 زائد 3 زائد لعند 2007، وبعدين وصل للتوب 2008، وبعدين ينزل 2007 لما يوصل للواحد مره اخرى. بيقول لي اقسم لي ده كله على 2008. بص لي كده على الرسمه اللي دي عشان نفهم السؤال. ادي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4، وبعدين بص ادي 1 2 3 4، وبعدين هبدا انزل تحت 4 بعد 4 3 زائد 2 زائد 1. تمام؟ يبقى هنا خد الفكره من المكعبات اللي احنا بنجيبها لاولادنا. طيب يعني بص اهو التوب هنا 4، التوب هنا 4، التوب هنا 2008، وهيبدا ينزل. فعمل ايه بقى؟ بيعملوا ايه بقى يا سيدي؟ قال لك طيب هنشيل المربع ده ونحطه هنا عشان يبقى كله 4. شايف؟ هنشيل المربعين دول، هنحط واحد منهم هنا وواحد منهم هنا، شيلهم اهو، وهنشيل المربع ده ونحطه هنا. جميل. يبقى اصبحت 4 ضرب 4 بتساوي 16 يا سيدي انا. يبقى معنى كده من 1 لعند 2008 ومن 2007 لدي معناها 2008 ضرب 2008 زي 4 ضرب 4، وبعدين يقسم على 2008 اللي هي الجسم اللي كانت موجوده. واحده هتروح مع واحده يبقى الحل يساوي 2008. الله العظيم، افكار خرافيه خرافيه خرافيه، تخش الورش بتاعتهم تتوه. طيب نشوف حاجه ثانيه. نكمل ونشوف المساله بتاعت الكسور دي. طبعا هم عندهم الكسور دي مش واحد مقامات والكلام ده، التوحيد ده عندنا احنا. بعلمهم طريقه زي ما قلت لك في الفيديو قبل كده، يحول الجمع لضرب او الطرح لضرب. يعني ايه؟ يعني الخمسه دي عملها 2 زائد 3، والسته 2 في 3، السبعه 3 زائد 4 3 في 4، التسعه 4 زائد 5 يبقى 4 في 5، ال11 5 و6 يبقى 5 في 6، وهكذا. ال13 6 و7 يبقى 6 في 7، ال15 5 و7 وهكذا. طب وبعدين بقى يبدا يحول هذا الجمع الى طرح. تخيل ازاي؟ دي معناها 1 على 2 زائد 1 على 3، هي 5 على 6 ناقص، بس مش تنسى الاشاره تنضرب هنا، هتبقى 1 على 3 ناقص 1 على 4، وهي هتبقى 7، وبعدين زائد مفيش اشارات هنا 1 على 4 زائد 1 على 5، وهنا هتبقى بس ناقص بقى 1 على 5 1 على 5 ناقص عشان السالب في الموجب بسالب 1 على 6، وبعدين في الاخر هنا 1 على 6 1 على 7 زائد 1 على 6 زائد 1 على 7، واخر واحده 1 على 7 ناقص 1 على 8. ويبدا يحذف الثلث مع الثلث والربع مع الربع والخمس مع الخمس والسدس مع السدس والسبع مع السبع. يا الله، ده مش عارف فاضل غير النص ناقص التم. يبدا يحول الطرح لضرب، يبقى دي معناها 16 وفوق 8 ناقص 2 6، ويبسطها لو هو عايز 3 على 8. وشايف الافكار الجميله الحلوه، يا ريت نعلم اولادنا الافكار دي، او يا سيدي اعتبرها تنبيه مهنيه لينا كمعلمين. السلام عليكم.